مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عزيز وفتش، الوجهة الأولى لعشاق الدوري السعودي ومحبين كرة القدم السعودية. وقبل لا نبدأ الحلقة أتمنى منك بعد ما تشوف الحلقة تسوي لايك واشتراك إذا عجبك محتوى قناتي، وشيك على حساباتنا في السوشيال ميديا موجودة في الوصف أسفل الفيديو، خذ لك لفة عليها. في الحلقة الماضية تكلمنا عن نتائج مباريات الجولة الأولى وترتيب الدوري والهدافين، وتقدر تشيك عليها. أما في هذه الحلقة راح نتكلم عن تحليل 5 مباريات من الجولة الأولى، وهي مباراة النصر والرائد والأهلي والعروبة والاتحاد والخلود والشباب والاتفاق والهلال والأخدود. ونبدأ بتحليل مباراة النصر والرائد. انتهت مباراة النصر والرائد بالتعادل بنتيجة 1-1. الرائد طلع بنقطة ثمينة من المباراة، وتعثر كان متوقع للنصر في ظل هذه الأوضاع الحالية بعد خسارة كأس السوبر. حارس الرائد رغم صغر سنه ما شاء الله عليه أبدع كثير، وحافظ على مرمى الرائد من نتيجة كبيرة للنصر. تألق بروزوفيتش في هذه المباراة، وكان ماسك وسط النصر وساهم في هدف ثاني لكنه ملغي. لو تعاقد النصر مع محور دفاعي ويتحرر أوتافيو للأدوار الهجومية بيختلف شكل النصر كثير. رونالدو قدام الباب يخلص، بس يحتاج معاه لاعبين يساعدوه. لذلك من وجهة نظري النصر يحتاج لجناح أيمن حقيقي يساند رونالدو وماني في خط الهجوم. هذه تقريبا أبرز أحداث مباراة النصر والرائد، لخصتها لكم في عدة نقاط. ونروح لمباراة الأهلي والعروبة. انتهت مباراة الأهلي والعروبة بفوز الأهلي بنتيجة 2-0. الفوارق الفنية كبيرة بين الفريقين، وكان في أفضلية أهلاوية واضحة. تركيب الدفاع الأهلي في أمان بوجود ثنائي الدفاع إيبانيز وديميرال، ووراهم مندي، وأمامهم كيسيه واللاعب الجديد إلكساندر. بصراحة الأهلي تفنن في ضياع فرص كثير، ولو استغلها كان فاز بنتيجة كبيرة. تكلمت بعد مباراة الأهلي والهلال في كأس السوبر عن عبد الكريم الدارسي لاعب الأهلي، ما شاء الله عليه له مستقبل كبير إذا استمر على هذا الأداء، وسجل الهدف الأول وصنع بعدها فرصة محققة لرياض محرز. إلكسندر المحترف البرازيلي الجديد أعطى انطباع جيد كبداية، ومع دخوله للمباراة خلى كيسيه يتفرغ للأدوار الهجومية، وساهم كيسيه في صناعة الهدف الثاني. الهدفين اللي سجلها الأهلي كان لرياض محرز وكيسيه دور كبير فيها، وهم مفاتيح اللعب في الأهلي. أتوقع في الجولات الجاية لو اجتمع إلكسندر وكيسيه وقدامهم فيرمينيو أو فيجا في وسط الأهلي، راح يكون ثلاثي أسطوري وبيتغير شكل الفريق للأفضل. خلصنا كذا من مباراة الأهلي والعروبة، ونروح لمباراة الاتحاد والخدود. فوز صعب للاتحاد بنتيجة 1-0 وفي آخر الدقائق، وطلع الاتحاد ب3 نقاط، وهذا المهم. الاتحاد كان غير مقنع، ويحتاج عمل كبير وترابط بين الخطوط وتقارب بين اللاعبين. نادي الخلود كان منظم أكثر من الاتحاد، وجاته فرص يسجل فيها لكنه ما استغلها بالشكل المطلوب. من وجهة نظري الاتحاد يحتاج إلى مدافع قائد ينظم خط الدفاع بالكامل. سبب تأخر فوز الاتحاد تكتيك المدرب، وذلك بتراجع بنزيما للخلف وترك منطقة 18 فاضية. وفي لقطات كثير أقدر أنزلها هنا، ولكن بسبب الحقوق ممكن تتقفل قناتي. مع دخول العبود تغير شكل الاتحاد هجوميا، وصار في تنوع في الحلول، وساهم في صناعة هدف الفوز. الاتحاد يعاني كثير في الأظهرة رغم وجود الحلول عنده، وأعتقد لو شارك الشنقيطي وفقيهي كأساسيين بيختلف شكل الاتحاد. من وجهة نظري الاتحاد عنده عناصر جديدة، ويحتاجون لوقت عشان ينسجمون مع الفريق. وكذا خلصنا من مباراة الاتحاد والخلود، ونروح لمباراة الشباب والاتفاق. انتهت مباراة الشباب والاتفاق بفوز الاتفاق بنتيجة 1-0. الاتفاق طلع بمكاسب كثيرة من هذه المباراة، طلع بشباك نظيفة وفوز على أرض الشباب. على فكرة دفاع الاتفاق في الموسم الماضي كان ثاني أفضل خط دفاع بالأرقام بعد الهلال. دخول المعلم ميدران في الشوط الثاني أعطى إضافة كبيرة في وسط الاتفاق، وساهم في صناعة هدف الفوز. لو نشوف تشكيلة الشباب قبل المباراة
ونشوف خط الدفاع. أعتقد أول مرة يلعبون مع بعض، وبعضهم يلعب في غير خانته. حتى وسط الشباب في أسماء يمكن أول مرة نشوفهم يلعبون مع بعض. وضع الشباب ما يطمن، ويحتاج إلى تعاقدات كثير خصوصا في خط الدفاع عشان يتحسن الوضع. أعتقد لو كان حمد الله موجود بيختلف وضع الشباب، وغيابه كان مؤثر. وبعد ما خلصنا من الشباب والاتفاق نروح لمباراة الهلال والأخدود. انتهت مباراة الهلال والأخدود بفوز الهلال بنتيجة 3-0. الهلال لعب بأقل مجهود وخلص المباراة من الشوط الأول. الفوارق الفنية كبيرة وواضحة بين الهلال والأخدود، وفوز متوقع للهلال. الهلال لعب بمتروفيتش مهاجم صريح، وخلف الحمدان كمهاجم ثاني، ووجود سالم والقحطاني في الأطراف مع تبادل الأدوار بين الحمدان والقحطاني. هدف الهلال الأول والثاني سجلها متروفيتش بصناعة من الحمدان، وسافيتش يواصل التألق مع الهلال ويسجل هدف عالمي. مدرب الهلال ذكي ويعرف كيف يوظف اللاعبين في ظل غياب مالكوم ونيمار وخروج ميشيل وانتقال سعود إلى روما، وفي الأخير طلع بالنقاط الثلاث، وهذا المطلوب. وكذا خلصنا تحليل مباريات الفرق الكبار في الجولة الأولى، وانتظروا الفيديو الجاي بعد نهاية الجولة الثانية بمشيئة الله. وفي الختام أتمنى منكم دعم قناتي باللايكات والاشتراكات وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. في أمان الله.